تعرف نادية البالغة من العمر 24 ربيعا أن تاريخ 19 من جوان 2013 سيكون آخر يوم تبصر فيه عيناها النور، وعلى يد شريك حياتها بعد نشوب شجار عنيف بينهما انتهى باقتلاع عينيها بكل وحشية. تقرير في الموضوع للزميلة من المجرب. بمستشفى في سحمود بارمي ترقد نادية بمصلحة طب العيون، والتي اقتلعت عيناها في عمر الزهور. الجريمة تمت في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، حيث قضت صبيحة ذلك اليوم رفقة زوجها في بيت والدها، وتقاسمت معهم وجبة الغداء دون أن تعلم أن هذه آخر لحظات ترى فيها النور. كنت في دارنا وحس دارنا، بعد تردني على الوحدة تغدى في دارنا، بعد قال لي هاي روحوا، روحنا عادي. هو لبس عليه وانا لبس عليه، نضحكوا نكسروا. روحنا للدار ثاني عادي، نضحكوا شيخوا، ما كان حتى حاجة. بحرقة كبيرة سردت نادية وقائع الجريمة النكراء التي كانت ضحية لها، فيما لاذ زوجها بالفرار. قال لي نحي لك عيني، قلت له تنحي لي عيني تخليني نشوف، باش نشوف. قال لي نحيهم لك ومن بعد رجعهم لك. قلت له انا تخليني نشوف بلا عينين ولا؟ قال لي ايه نورمال، خليك بلا عينين نشوفيه، نديهم لك ومن بعد نرجعهم لك. خليك هكذايا. ايه من بعد دخل صباعه، دخل صبعه، يدخل ومن بعد يجبد حتى يطردقوا. قلت لك كي قال لي راكي تشوفي، قلت له مانيش نشوف. قال لي افتحي، وبعد دار لي يديه تحته، يديه دارهم تحت ركايبه، وحل لي عيني وقول لي راني ارجع لك في عينيك باش تولي تشوفي. خلاص عدت ما نشوفش، الدمومات تسيح من وجه من عيني، خلاص نهائي. وفي انتظار أن تأخذ العدالة مجراها، لا يزال المجرم حرا طليقا دون عقاب، فيما لا تزال الزوجة تتحمل وجع الظلم وقسوة النفس البشرية.